هاي everyone، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. بقالي كتير قوي مش بعمل فيديوهات، لاني كنت الفترة اللي فاتت يعني حبة كسل، ولكن السبب الأهم بجد ان انا كنت فعلا مشغولة في الكلية بقى، وانتوا عارفين بقى تكاليف وامتحانات وكده. ويعني ان شاء الله رب يخلصوا على خير كده وكلنا نخلص امتحانات بقى، عشان ايه؟ بزهق من الامتحانات. ولكن ان شاء الله الفترة الجاية نرجع بفيديوهات حلوة وافكار حلوة. والنهاردة فكرة الفيديو هتكون عن اللي احنا ازاي هنبدل كل حاجة unhealthy بحاجة healthy. في حاجة معينة الفيديو هيكون على حاجة معينة، لا الفيديو هيكون على كذا حاجة. في الفيديو يعني يعني مش هركز مثلا على حاجة واحدة. وكمان هيكون في وصفة أو وصفات يعني لحاجات كتير قوي هنقولها في الفيديو، وإن شاء الله يعجبكم. ويلا نبدأ الفيديو. طيب أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة وهو نوع المكرونة اللي احنا بناكلها. أغلبنا يعني ما يكونش كلنا لما مثلا يجي يبدأ حياته في الأكل الهيلثي أو مثلا دايت أو كده، بياكل المكرونة العادية اللي هي اللي احنا كلنا بناكلها دي. ولكن طبعا يعني الفيديو ده هدفه هيوصلكوا الحاجة الأصح. يعني في حاجة بتكون تمام يعني مش مضرة قوي، ولكن الفيديو ده هيكون الحاجة الأصح اللي احنا نمشي عليها أحسن. ففي نوع مكرونة اللي هو بالشوفان اللي هو هيظهر قدامكم على السكرين ده المفروض من شركة لينو. ده مكرونة بالشوفان. بيكون طبعا أصح أكتر طبعا في عدد الكالوريز اللي فيها بيكون أقل. أحسن طبعا من المكرونة اللي هي بالدقيق العادي. المكرونة اللي هي بالدقيق العادي دي احنا بناكلها، ممكن مثلا في حد فينا ياكل منها مثلا 5 معالق 6 معالق حسب النظام اللي هو ماشي عليه. ولكن ده طبعا مش هيضر، ولكن الأصح طبعا المكرونة بالشوفان دي. فبرضه هناكل منها طبعا عدد معين، مش يعني ناكل منها كده وخلاص. ولكن طبعا بيكون ليها عدد معين زي ما قلنا، ولكن طبعا هي أصح جدا جدا. تاني حاجة هنقولها وهي الزيت. نوع الزيت اللي احنا بنعمل بيه مثلا أكلنا أو كده. طبعا يعني المفروض هو فيه زيت وزبدة وسمنة. الأصح منهم اللي هو قصدي على زيت العادي اللي هو زيت مثلا زي عافية مثلا أو أي حاجة من دي. ده بيكون عادي اللي احنا نحط منه كمية صغيرة. في ناس برضو بتحب الأكل بالسمنة أو بالزبدة أيا كان. ولكن الأصح برضو منهم هما التلاتة زيت الزيتون. أي نوع زيت زيتون انتوا بتحبوه. ده طبعا بيكون عدد الكالوريز فيه أقل، بيكون أصح على البطن وعلى المعدة وعلى الدهون اللي عموما اللي بتدخل جسمنا. بيكون ده أصح جدا جدا. تالت حاجة وهو السكر اللي احنا بنحطه في الحلويات مثلا أو في الحاجات اللي احنا بنشربها. في 3 أنواع سكر. في طبعا دول يعني من أنضف 3 أنواع سكر الدايت. زي سكر ستيفيا، أو سكر سويتال، أو سكر سويت أند سيلم. كل دول هيظهر قدامكم على سكرين. ولكن أنا عن نفسي كنت الأول يعني حوالي كان من سنتين كنت بستخدم سويتال. كان معايا حلو وكل حاجة، بس أنا يعني حاليا أنا من آخر فترة استخدمت السكر دي كانت من سنتين تقريبا يعني، أو سنة وحبة كده. كنت آخر مرة استخدمت فيها سكر دايت. وعشان أنا مش فكرة أنا مش بحبه، بس اللي هو أنا خلاص حاسة إني اتعودت أصلا إن أنا أشرب حاجة بغير سكر. ده طبعا بيكون أصح يعني. بس سكر الدايت مش بكتره طبعا. يعني مش عشان هو دايت مثلا أو هيلثي فنحطه مثلا 4 مثلا في كوباية كده. طيب بالنسبة للسكر الأبيض اللي هو العادي ده، يعني مثلا في ناس مش بتحب طعم السكر الدايت اللي انا قلت عليه ده. فالسكر الابيض اللي هو العادي ده مش هيخسر حاجه لو خدنا في اليوم كله معلقتين. اليوم كله. يعني مثلا لو انتوا بتشربوا حاجه الصبح او مثلا حاجه بالليل كده في نص النهار اي حاجه، فهيكون يعني توتال السكر كله في اليوم هو 2 بس. عشان بس طبعا السكر الابيض يعني اكيد انتوا عارفين قد ايه هو يعني بيلخبط في الجسم. ولكن طبعا هو مش هيخسر حاجة زي ما قلنا، فعادي اللي انتوا تشربوه. عشان في ناس كتير قوي مش بتحب سكر الدايت. طيب بالنسبة لنوع اللبن اللي احنا بنشربه، في طبعا اكيد انتوا عارفين ان اللبن 3 انواع. بيكون كامل دسم ونص دسم وخالي من الدسم خالص. طب هنيجي نقول الاصح خالص بقى. طبعا هو خالي الدسم. بس في ناس كتير قوي مش بتحب طعمه عشان بتحس لو شبه المية. هو فعلا بيكون عشان طبعا خفيف، بيكون هو فعلا بيبقى شبه المية شوية. ففي ناس يعني اللي هي لأ ممكن تقرف منه أو مثلا ما تحبهوش أو كده. فهو برضو مش هيخسر حاجة لو هتاخدوا لبن عادي اللي هو عادي يعني. مش خالي الدسم، يكون كامل الدسم عادي.
بس يعني مش هيخسر حاجة برضو زي ما قلنا، عشان يعني مش كل حاجة هتبقى ممنوعة كده، فهيكون عادي ان احنا ندخل حاجات مش صح قوي. طيب معانا اخر حاجة هنقولها بالنسبة يعني البدايل وكده، هيكون الزبادي. الزبادي في منها نوعين، بتكون زبادي عادي، وفي اللي هو زبادي اليوناني. طبعا هنقول ايه الاصح او ايه اللي يشبع اكتر، ايه الافيد لجسمنا، طبعا هيكون الزبادي اليوناني، لانها هي بتكون فيها بروتين اكتر بكتير قوي من الزبادي العاديه. وفي كمان من لاين جوهينا منزل حاجات كتير قوي جديده، هحط لكم منها واحده على السكرين. في منها برضو اطعم كتير قوي قوي، وهي حلوة بجد، هي من النوع اللي هي بتشبع، فطبعا احسن بكتير قوي من الزبادي العادية، بتكون اخف وافيد وبتشبع اكتر. ممكن كان اخدها كمثلا سناك في نص اليوم، او كوجبة كاملة مثلا عشاء او حاجة زي كده يعني. طيب اخر حاجة بقى هنتكلم عنها في الفيديو خالص، وهي الكاكاو الخام. الكاكاو الخام بجد ليها حاجات كتير قوي قوي ممكن نستخدمها كأكل او كشرب. في الأكل ممكن نعمل بيها مثلا كيك، كيك عادي، أو براونيز، أو حاجات كتير قوي قوي اللي هي يعني اللي بتحط فيها شوكولاتة، فهتتحول لكاكاو خام عشان تكون أصح وأفيد، وناخد منها عادي. طبعا مش كتير قصدي يعني، بس قصدي ناكل منها عادي عشان برضو ما نزهقش من الهيلثي الكتير. فهيكون مثلا اللي احنا بنحط فيها ايه الكيك دي. طبعا بيكون دقيق شوفان ولبن، سكر دايت، او مثلا معلقه عاديه صغيره يعني من سكر الابيض، وممكن تحطوا نشا وكاكاو خام وبيكنج باودر وفانيليا وبيض، وهتكون هيلثي خالص بجد. طبعا ما تنسوش الماده الدهنيه اللي هتحطوها في الكيك، زيت او سمنه او زبده زي ما تحبوا، ولكن بكميات قليله زي ما قلنا. وبجد ما تحرموش من نفسكم من اي حاجه، لو حاجة حتى مش هيلثي كلوها، ما يعني ما تخلوش نفسكم في حاجة، كلوها باعتدال. وازاي تعرفوا اللي انتوا لو بوظتوا مثلا في الهيلثي، ازاي تعرفوا تظبطوا الدنيا. ان شاء الله يعني هعمل لكم فيديو عن الموضوع ده برضو. وانا كنت عامله فيديو قبل كده عن السناكس ناكلها في الهيلثي عادي يعني في يومنا، وهسيبها لكم في description box. وكده الفيديو يكون خلص، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جاي. باي باي.